حينما يصعد الإنسان إلى المنصة ينسى كل ما كتب، فأنتم لا تعرفون كمية الحرب الشنعاء والشعواء التي تدور الآن في رأسي. فيأتي صوت من هناك فيقول: قل مرحبا، قل أهلا، لكنني أرى أنها مكررة دائما. فحينما نقول السلام عليكم ورحمة الله هي أيضا مكررة، لكنها توحي بالمحبة والسلام والإخاء. فالسلام عليكم أيها الحضور الكريم، فلولا أملي ألا أراكم اليوم في هذا الصباح الجميل لكانت حياتي كئيبة لا تطاق. اطلبوا برهان صدق محبتي لكم ستلقون من ذات العجائب والعجب. جربوا، اطلبوا الشمس سأحيل كتلتها ذهب. عمرت بالأشعار 1000 مدينة ما مسني ضعف لذلك أو تعب. فوجوهكم أصدق ما أردت لقاءه، والتصفيق في حضرتكم أجمل ما أقول وأسمع من خطب. أنني ما كان عندي من الأبيات ترتيب معد، ولكن القوافي راودتني وأغراني لها جزر ومد. فأطلقت العلان لها فجاءت يكللها الصفاء كما أود. وحين رأيتكم طمأنت قلبي بأن الخير جمع لا يعد.